عايز تتحسن في اللعبة ان انت تقتل وحوش بقى وبتاع وتقتل اي حد قدامك. عندي يا حبيبي، تعال امشي ورايا في مكان دلوقتي اقول لكم عليه من الاماكن اللي فادتني جدا في اول اللعبة. بتروح كده وبتقعد تتدرب على واحد وهيلثك ولا بيقل ولا اي حاجة يعني. هتفهموا لما اروح هتفهموا. المهم انت رسبنت في اتريا عادي، هتطلع منها وهتمشي ورايا عادي، هتروح عند الدوك اللي هناك. يا دوكي، يا دوكي، تعالى يا دوكي يا حبيب دوكي، تعالى يا دوكي يا حبيب دوكي، يا دوكي. اين ده ابن المرة؟ طيب هتروح كأنك رايح لور اريزي عادي، انك رايح على طريقها عادي. يا ولاد اول ما توصل عند البوابة بتاعت لور ايجيا اللي هي دي، بدل ما تروح لها تفضل مكمل قدام. وانصحك نصيحة ان انت تعدل الشراع بالزد او السي على حسب اتجاه البتاع اللي فوق ده وايه البتاع اللي نزل منه، عشان بيسرعك وبيخلي الحياة افضل. طبعا احنا القرية اللي احنا رايحينها دي انت تقدر تبدأ عندها. هو في ايه يا عم انت؟ طبعا القرية اللي انا رايحها دي تقدر تبدأ عندها عادي، بس انا بوريك بس الطريق لو انت بادئ من اتريا او تعرف الطريق عموما يعني. ولو انا شايف ان احسن انت تبدأ في اتريا اصلا، مش في القرية دي، لان في حاجات في القرية دي مش موجودة في اتريا. فلو عايز تبدأ في ايزول اوف فيجلز دي، بعد كده تويب نفسك وترجع تدخل اتريا تاني، يعني تروح ترزن فيها وتتدرب، بعد كده ترجع لاتريا تاني براحتك، تويب وترجع لاتريا. المهم بعد ما تطلع هنا تدخل القرية عادي، تمشي ورايا. او هندخل عند مكان تريننج هول. هتدخل هنا تلاقي المكان ده. تقدر هنا تشتري حاجات. احسن لك لو انت معاك فلوس، او لو انت تقدر تحط على الفورتيتيود تبدأ بالتريننج فيست في الاول. دي حطها وبتلفل لك الفورتيتيود. واحنا هنحارب الراجل المعلم ده ثانية. ايوه هو ده. هتقول له I want to spar. هتحارب واحد وتحاول تتدرب عليه بقى وتباري وتبلوك. وهقول لكم على كذا نصيحة دلوقتي. طيب اول حاجة ان انت ازاي تتدرب، حاول ان انت تفضل واقف، وفي الاول تحاول تقعد تعمل باقي ضرباته وتبص عليها. او بص، لما يهوش كده خليك دايس بلوك. بعد كده لما تحس ان انت استرجعت كده انت تقدر تفايته فايته. طبعا هو بعد شويه لو انت ما ضربتوش هو بيرجع، فلازم تضربه. ف هو استسلم للاسف. وعندك فينت، حاسس ان انت هتموت كده انت قتلته، او هو ممكن يقتلك بترجع لسك فل، تقدر تجرب عادي تاني. مش عارف ليه البنج كده بس. تضربه بقى، تحاول تدوج. طبعا انت لو دوست كيو رايت كليك هتعمل دوج الضربة اسرع. ممكن تدوس كيو عادي بس دوج، يعني ده الدوج ده بيعمل كانسل دوج. هو انت في ايه يا معلم؟ حاول بقى تضرب الارات. تضرب ار هيعمل لها دوج، هو كأنه انسان طبيعي بس بوت. اقعد باي وبلوك. حاسس ان انت هتموت، اعمل فينت. اكيد مش هموت منه يعني، صح؟ لازم اركز بقى عشان
عشان ما يبانش خرا في الفيديو. بس تقدر تتعلم عليه كتير، تقعد لحد ما تتقنه وتقتله كل مرة. وعايز اقولك على كام نصيحة برضو، ان في حاجة اسمها upper cut. دي لو دوست كنترول و M1 تعمل حاجة اسمها upper cut، بترفعه لفوق وتقدر تضربه لفوق. تعالى كده نجرب. طبعا هو ساعات بينزل بأسلحة مختلفة، ساعات بينزل بهيفي، ساعات بينزل بالسبير. ايوه تعمله upper cut. هو مش عارف ليه هو نزل تاني عشان تعمله pusher broken. what the fuck what is this. حصل كده اقتله عادي يعني. فبس اقعد ضرب عليه. ودلوقتي انت كده لو ضربت عليه قول ان انت تعرف تقتل البوتات كويس جدا لو ضربت عليه كويس. دلوقتي نروح للمكان التاني اللي هو للموبات، والمكان ده صعب شوية. ده اوبشنال يعني مش لازم تروحه، ممكن تلعب اللعبة عادي من غيره. والمكان ده هيبقى مهم قوي للفترات الجاية لما تبقى احسن في اللعبة. بصراحة انصحك لو انت عندك صبر وحاسس ان انت عايز تبقى احسن في اللعبة وكده، ان انت تروح المكان ده، ما تسكبوش. بس لو انت ما عندكش خلق وعايز تلعب اللعبة خلاص ما تروحوش. طيب لو انت راجع من ايزو فيشوس او من لور اريسيا وعايز تروح المكان ده، لو انت رايح من اتريس عادي، شايف انت طلعت من بوابة، هتمشي من النص، بوابة اتريس هتمشي من النص، هتلاقي التلج ده على يمينك، فهتمشي له. طيب هتوصل للجزيرة دي، هي جزيرة كبيرة شوية بس ما تخافش، هو المكان قريب جدا. هتمشي شوية بس. الجزيرة دي اسمها منتريسا. ولاد الوسط لو الحاجات دي بتيجي وراكوا عادي اجري بسرعة. هما سهلين عموما يعني، بس اجري عادي، مش لازم تقعد تفايته. طيب هتوصل هنا هتلاقي بوتات، اوعى تفايتهم، اجري من وراهم بس، مش هيعملوا لك حاجة. طب تيجي هتدخل المكان ده، تمشي جوه، تمشي هنا هتلاقي فتحة هنا، انزلها، سيبك من ده، انزل الفتحة، تدخل تلاقي شيستات هنا ممكن تلوتها عادي لو عايز. هتلاقي البوابة دي متقدرش تدخلها غير لو انت ليفل واحد، متقدرش تدخلها غير لو انت ليفل واحد بس. فندخل ونشوف. خلينا اشرح لكم فكرة المكان ده للناس اللي هي محترفة اوي في اللعبة. بتدخل وبتقعد تفايت موبات، كذا موب ورا بعض، يعني موب بينزلك بعد كده بتريح شوية، بعد كده موب بينزلك، بعد كده بتريح شوية، بعد كده موب بينزلك. الموبات دي مش بتبقى نفس هلسها في الواقع، بيبقى هلسها اقل عشان يبقى الموضوع سهل. بعد كل موب بتقدر تحط يجي حوالي 10 بوينتات، على حسب 10 8 بتحط بوينتات يعني، بدل ما تقعد تلفلها. وبتطلع بعد ما تخلص كل الوحوش اللي في تقريبا في حوالي 6 وحوش، بعد ما تخلصهم بتطلع ليفل 7 وفاضل لك 2 بوينت على ليفل 8. ماشي. طب هتقولي دلوقتي المكان ده للمحترفين، انت ايه اللي جايبني هنا؟ هو مش للمحترفين بس، في ناس بتستخدمه، وتقريبا اغلب الناس بتستخدمه اللي لسه بادئه، انها تتعلم ازاي تقاتل الوحوش دي. والطريقه دي انا جربتها ونفعت معايا جدا. كنت بقالي 3 ايام ما بعملش غير ان انا بقعد اعمل المكان ده، اسمه تريل اوف 1. كنت بقعد اعمله لمدة 3 ايام وخلصته في 3 ايام. حرفيا كانت كل الموبات بعد ما طلعت سهلة جدا، كنت عارف اقتل كل حاجة موجودة في التريل. طبعا في موبات تانية مش موجودة في التريل ده، فتعالوا كده هوريكم شوية موبات منه وافهمكم الموضوع. هتقف في النص، اول حاجة هيكلمك لك فيش سول مش عارف ايه. اول حاجة هيجيلك يطلع منك حاجات بيضة كده عليك، بس حاجات صاص شوية. المهم لازم تعمل باري. ازاي تعمل لها باري؟ تفضل واقف، اف تيجي عليك موبة، اف دوس اف مرة واحدة بس، تاب اف، ماشي. تبدأ تسرع بعد شوية، اف تبدأ تسرع. هنا لما تسرع اوي اقعد سبام خلاص. ما تخافش على هيلسك، انت كده خلصتها. ما تخافش على هيلسك هيبقى عادي، هيرجع فول عادي جدا بعد كل ويفا. عادي انك تموت عادي جدا. انا تقريبا مت في الاولى دي بتاع 5 مرات،
وتقريبا كل وحش قعد مني يجي حوالي 30 موت او يا نهار. فالمهم انا مت في وحوش كتير جدا، مت تقريبا كل وحش قعد مني 30 مرة ولا حاجة. فعادي انك تموت في اول مرة وتاني مرة عادي، انا عايزك بس تقعد تحاول 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 وما تخافش. في نص التريل لما توصل نص الوحوش مش هتضطر ان انت آم، تقعد تيجي من اتريا وتمشي لحد هنا، لا، هتقدر ان انت تعمل مكان سبون بوينت تدخل على طول على هنا. فانت حاول توصل لنص الوحوش على الاقل عشان بعد كده تعرف تدخله على طول. لو عندك واحد صاحبك حريف في اللعبة ويقدر يعمله، ممكن يوصلك لحد نص الوحوش، لحد عند الثريشر او الانجلز تقريبا، لحد عند الثريشرز تقريبا. تخليه يفتح لك المكان اللي انت تقدر تروحه. بعد كده بقى انت تقعد تروحه كتير وتقعد تجرب كتير. او خلاص لو مش عندك صاحب عادي محترف، ممكن تقعد تعمله بالطريقة العادية. المهم بعد كل واحد 5. هي اول واحدة بتقعد 5، بس عايز احط على الفليم مثلا، مش عارف انا ابن النسخة اللي في الشارع دي. اول واحد بتقعد 5. تاني تريل بيبقى الشاركو. تعمل معاه ازاي؟ اي وحش بينزل استنى ينزل، ضربه ضربة ومبقاش محفوظ. باجي دي اعمل لها دوج عادي جدا، تقعد تضربه. خلي بالك ما هو مش بيبقى محفوظ، خليك باصص هو بيعمل ايه. باجي مش بيبقى محفوظ، انا قلت اهو. يعني انا مش عارف الاتاك الجاي ده هيبقى ايه، بس انا بشوف هو بيعمل ايه بعد كده بضرب. مات. يعني هو ممكن ياخد منك محاولات كتير عادي جدا، خد مني كتير 5 بوينتات. قدت بقى البوينتات، وهنا هتلفل، اختار البطاقات بتاعتك. طيب هتحط كل البوينتات، هتطلع تاني حاجة هتبقى الجولم، تضربه ضربة تعمل باري. هو ده دايما كده، ده محفوظ كده، تضربه ضربة وتعمل باري، ده في الاول. دي تعمل لها دوج بس انا متخلف، دي قريب تعمل لها دوج. لما يلف كده اقعد اضربه لحد ما يبدأ يلف بجد. بعد كده اقعد سبام باري، سبام، ما تفضلش دايس هولد، اقعد سبام باري لحد ما يخلص. ما هيخلص تضربه. ممكن تدوش كل حاجة عنده. ماشي عمل دي، اقعد اضربه تاني لحد ما يبدأ سبام، ضربه دوج. دي بص تعملها دوج ازاي كده. ماشي. مات. هو اسمه مش كتير. تحط بوينتات بقى، ولو عايزين ننزل شرح ازاي تعمله وننزل شرح لكل موب بالظبط، قولولي في الكومنتات، اعملوه كده عادي جدا. وبس، مع السلامة.